لسنا لأننا بطنطان، ولكن لأننا حقا نعشق هذا النوع من الشعر. أكيد تعرفون ماذا أقصد الشعر الحساني. هذا الشعر الجميل. واليوم أيضا نحتفل مرة أخرى مع رمز آخر من رموز الشعر الحساني، مع أمير من أمراء الطلعة والكيفان الملقب بالدايخ، أستاذ سلمان محمد الشيخ. أستاذ محمد سلمان الشيخ أكيد يعني هو غني عن التعريف بالجنوب. هنا شارك في العديد من المهرجانات والملتقيات الوطنية، ينتمي إلى أسرة شاعرة. لا أخفيكم سرا وأنا أحادثه عندما حدثني وقال أنني أمارس الشعر وأنظم الشعر الحساني منذ أزيد من 40 سنة. ينظم جميع الأغراض الشعرية بمختلف أنواعها، واليوم سوف يسحفنا أكيد ونحن كلنا آذان صاغية بطلعتين اثنتين. الأولى وكلتيهما عن المرأة، احتراما لشعار المرأة وتمجيدا للمرأة وتحية الوحدة والاختيار. الأولى بعنوان الأم، والثانية بعنوان أو ليس بعنوان وإنما في موضوع، ربما الكيفان أو الطلعات ما عندهم عنوان كسبوا حمراء، عندهم موضوع يعني بعنوان أو موضوع الأم، والثانية موضوع الزوجة. فقط لدي طلب بسيط، لأن ربما بحضرتنا أساتذة الدكاترة وربما لأول مرة يسمعون الشعر الحساني مباشرة، وقد خصصت لهم ترجمانا خاصا حتى يستطيعوا يعني أن يفهموا العبارات والمعاني والكلمات ليتذوقوا معاني هذا الشعر كما تذوقناه نحن من تلامذتنا. فليتقدم الأستاذ الفاضل. وطلبي كان طلب باقي ما قلتوش، طلب هو يعني رويدا شوية باش يعني نحاولوا أننا الترجمان أن يفلح في ترجمته، وإن أصاب غندوه الجزيرة ويترجم مباشرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا وقبل كل شيء رحب جمهور طنطان بالحضور المتميز. الاهتمام بالتراث كيفما كانت ألوانه. وثانيا نشكر هذه الجمعية التي نظمت هذا الملتقى. وثالثا نشكر السلطات المحلية والمنتخبين وأهل طنطان جميعا، وتبارك الله عليكم أهل طنطان. معروف عنا الأمرأة، نقول إحنا بالحساني الأمرأة هي كل شيء في الحياة. هي الجوزة، هي الأم، هي الأخت، هي البنت، هي المرافق دائم للإنسان. لولا المرأة ما تكونت بين الإنسان يسوى بدن، ما خلقنا احنا ولا خلق حتى غيرنا ولا خلقتهم مسابقنا. المرأة شيء كبير، هذا البستان كبير يعني يحير الإنسان يتخيل في ورود لا يقع، ولكن من أفضل الورود هذا من أفضل ورود هذا البستان، وهذا بكلام مولانا تبارك وتعالى، هي الأم. ولم يقول الشاعر عنه قد اللي عدل لهم البرور يتم دائما لا ناقص حقه، ويقول ما بريتك بالتمام غريبة غير بالأعضاء بك اللي فوت عام تام في كرش كرافتي، وهو تعاقب ذاك عام عاد ما حاجبتيني
والعقوق هي حرام، عقوق الوالدين لا ولا راهي عاودتك. وبزمزم حنكتيني رضعتيني بزولتك حوليني كاملين. هي الجوزة مالي، الجوزة هي رفيقة الحياة، وبنادم يرافقك طول حياتك هذا شيء آخر، هذا عنده معنى ثاني. قد يرافقك عام وعامين وثلاثة، غير طول حياتك لا، هذاك خاصك تعرف هو من هو بعد كاع يلي باش يرافقك. وكانك انت مولي بمستوى باش يرافقك هو والله ما نكفي. وتحيا الجوزة يقول هذا واحد يكلم نفسه هو عن جوزته، يعني دار راسه محامي شاعر في العسانية عن جوزته فاللي استحق عليه هو. هذا الشاعر قال له ديدي، ومولات خيمتين قال له زينب. يقول الراسه يقول ديدي عنه لقد زينب وذا الدهر انزاها ويعلم عنها ما صايب حد راها ما تم راها. قول ديدي عنه لقد زينب وذا الدهر انزاها ويعلم عنها ما صايب حد راها ما تم راها. وانا زينب يغفر لي فيها قاعد يشكل لي دهري عن دهري متنق لي مرياها راجي مرياها. منين راها تضحك وعليين زاد غلاها، نسرك سابق تضحك لي ولا نسرك مراها. والله دهري خاسر عمري ننظر في الفريق معاها. قول لديدي ذاك المحال اللي ما قطم لازم قال انه ما يعرف شيء بس قال حتى المعرفه مولاها. انا هي سابقه الحال ما نبغي الخلاط معاها، غير منين الرب الجلال قدر عزتها وغلاها راد عليا والغدره ما لم لازم تقدير معاها. قول لديدي عنه لقد زينب وذا الدهر انزاها ويعلم عنها ما صاير حد يراها ما تم راها. لا هي نحتاجكم طلع ابناتنا والصغارات اللي مازالوا حتى هماتي خالك كيفي انا مثلا مشيت صغيره صغيره وقالت له انت الشيباني جاي شي دور واخبارك. انا ماني قدامك انت ايش بغيت؟ عاد يقول زريع يقول عندك الزميله راهي فما طفيله، عندك الزميله راهي فما طفيله انا وعدها كل ليله وهي سمت لي كتير يا غير مقيسيله. عندك الزميلة راهي فما طفيلة وعدها كل ليلة وهي سمت لك كتير يا غير مقيسيلة. قالت لي لك هين خلص لك الكهيلة. قالت لي لك هين خلص لك الكهيلة تم وعدها في الليل وعلي انا مجعول بيك لامتني الويل وانت ما فيك المولد وليت تطفيل. والسلام.